السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال ثالثه اعدادي يا حبايب قلبي، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنبدا كده ان شاء الله كلمات يونت 7، حصه مهمه جدا. اكيد انتوا الحصه اللي فاتت ده ذاكرتوها كويس، حصه الجرامر بتاعت يوز 2 فاكرينها كويس. طبعا خدنا الجرامر الحصه اللي فاتت، فاللي لسه ما شافش الفيديو ده لازم يخش يتفرج على الفيديو كويس قوي ويذاكره كويس، عشان طبعا تبقى انت داخل كده على الكلمات مفنش كده الجرامر. خدنا طبعا قاعده يوز 2، بقى افكرك برضو بيها. يوز 2 بعدها الفعل في المصدر، النفي بتاعها didn't use to والفعل في المصدر، او never used to والفعل فين؟ في المصدر. تمام. وعملنا برضو سؤال عليها اللي هو did والفعل، used to والفعل في المصدر. تمام. هتخش تذاكرها، هتحل عليها الريرايت. واللي ما شافش الفيديو لازم تشوف الفيديو كويس قوي، الفيديو كان لذيذ جدا وبسيط وسهل وجميل. النهارده بقى ان شاء الله هناخد مع بعض كده كلمات يونت 7. الكلمات النهارده جميله جدا ولذيذه، وركز كده معايا يا ابطال. يلا بينا نبدا، يلا بينا. النهارده عندنا يونت 7 بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على السبورتس. يعني ايه السبورتس؟ يعني الرياضه، انواع الرياضه. كلام جميل جدا. طيب يبقى احنا النهارده يونت 7 بيتكلم على ايه يا شباب؟ بيتكلم على السبورتس، يعني ايه؟ انواع الرياضه. حلو قوي. وهيقارن طبعا الرياضه تمام بزمان ودلوقتي. طيب زي ما احنا اتعودنا طبعا هنبدا بالكلمات. عندنا النهارده يا ابطال هنتكلم النهارده على كلمات يونت 7، وزي ما احنا متعودين او الناس اللي لسه طبعا جديده معانا، احنا بنذاكر الكلمات ازاي؟ بناخدها عن طريق الديفينيشن. بناخد الكلمات عن طريق الايه؟ الديفينيشن. ايوه يا مستر، يعني ايه ديفينيشن؟ يعني تعريف. ايوه يعني ايه تعريف؟ يعني تعريف الكلمه ان انجلش. يعني سيادتك بتعرف الكلمه دي معايا تمام، والتعريف بتاعها بالانجلش. فاحنا لازم كده نبدا مع بعض كده واحده واحده ان شاء الله، عشان طبعا بيجيب لك الكلمات طبعا عن طريق ديفينيشن يعني بالانجلش، وانت من خلال التعريف ده تبدا تعرف ان الكلمه دي يعني ايه الكلمه المطلوبه واللي هو عايزها. تمام. طيب يبقى احنا النهارده نبدا كده بسم الله. طبعا بيتكلم النهارده على يونت 7 بعنوان The History of Sport a True Champion. عايز يقول لك تاريخ الرياضه والبطل الحقيقي. يبقى نتكلم النهارده على تاريخ الايه؟ الرياضه، وكلمه تشامبيون يعني بطل. حلو قوي. نبدا كده عندنا باول كلمه مهمه جدا، كلمه نايت. ركز بقى معايا كده واحده واحده بسم الله. جميل قوي. يبقى احنا عندنا اول كلمه النهارده كلمه اسمها نايت، وخلي بالك اللي هنا سوري يا شباب. هوب. طيب بقى عندنا هنا كلمه نايت. معناها ايه كلمه نايت؟ واللي هنا الكي سايلنت. خلي بالك بقى كلمه نايت يعني ايه؟ معناها فارس. نايت يعني فارس. حلو. ان انجلش بقى التعريف بتاعها قال لك هنا a soldier in the middle aged. يعني عايز يقول لك كلمه سولجر يعني جندي. حلو. فخلي بالك بقى احنا دايما بنتعود كده زي ما احنا خدنا في التعريفات، بناخد الكلمه وبنحاول ناخد كلمه من التعريف سينونيم ليها او انتونيم، يعني سينونيم مرادف نفس المعنى او عكس المعنى، بحيث ان هي تسهل عليك الايه؟ التعريف. يبقى انا عندي هنا كلمه سولجر معناها جندي او فارس، وكلمه هنا نايت برضو الاثنين هيبقوا عليه بقى رغم انهم ايه بقى؟ علاقه سينونيم. فانا اول ما اشوف كلمه سولجر اللي هي معناها جندي، يعني ده فارس في منتصف العمر، يعني هو عايز يقدم لك كلمه اسمها نايت. اسمع تاني نايت. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي كلمه كمان عندنا اسمها تشارت. كلمه تشارت يعني ايه؟ يعني عربيه اللي بتجرها الحصان، يعني العربيه اللي ايه؟ اللي هي زي الكاريتا كده. تمام. طيب يبقى اسمها تشارت. ايوه يعني ايه تشارت بالانجلش؟ قال لك هنا a car pulled by horse. يعني عايز يقول لك ان هي كارت اللي هي عربيه بتتسحب بالايه؟ بالاحصنه. تمام. فانت هتميز كده بالله عليك ان كلمه تشارت هي يبقى هنا a cart، حتى جايه من كلمه بص كار، فانت ميزها. اول ما اقول لك هنا كارت اعرف ان هي العربيه اللي ايه؟ اللي بيجرها الحصان، التشارت. فحلو قوي، فهتميزها. تمام كده؟ حلو قوي. طيب فير بلاي. فير بلاي. فير بلاي يعني اللعب النظيف. ايوه يعني ايه اللعب النظيف؟ يعني مثلا دلوقتي لو اتنين بيلعبوا مع بعض مثلا او داخلين فايت مثلا مع بعض اللي هو قتال، فعايز اقول لك ان اللعب النظيف ده طبعا هنقابله دلوقتي في الدرس عندنا. يعني اتنين دلوقتي لو داخلين مثلا فايت مع بعض، وانا عارف ان الخصم بتاعي ده، الخصم بتاعي كان مصاب مثلا، مصاب في لعبه قبل كده، فانا المفروض ان انا ما استغلش الحته دي واضربه مثلا في نفس الاصابه دي. خلاص كده؟ فاللعب النظيف انك تكون حد صادق في اللعب. خلاص كده؟ حلو قوي. يبقى عندي هنا كلمه فير بلاي، اللعب النظيف. ايوه يعني ايه اللعب النظيف بالانجلش؟ قال لك treating
others honestly. دي مهمه جدا بقى in games، انك تعامل الاخرين بصدق بامانه. فكلمه هنا honestly يعني يبقى معناها هنا يبقى بامانه، يعني بصدق باخلاص. فهتميز بقى ان كلمه هنا كلمه فير يعني عدل، يعني امانه، خلاص، اللي هي بتسنى من كلمه مين؟ بكلمه honestly. فخلي بالك بقى انت هتميز كلمه honestly بكلمه مين؟ fair play. fair play يبقى fair play اللعب النظيف هتميزها بكلمه honestly، زي ما انت ما ميزت كلمه knight بكلمه soldier، زي ما احنا ميزنا كلمه chariot بكلمه هنا يبقى cart. حلو قوي. يبقى انا واحده واحده كده معايا. يبقى هنا knight يبقى هتعرفها من التعريف اللي هو مين؟ كلمه soldier جندي او فارس. كلمه chariot هي ايه؟ cart، اللي هي بتتسحب بيه بقى باي هورس. كلام جميل. طيب عندك هنا فير بلاي، قلنا الفير بلاي اللعب النظيف، فاللعب اللي فيه صدق فيه امانه فيه اخلاص، فنعرفها بكلمه مين؟ honestly. كلام جميل قوي. بقول لك هنا كلمه عندنا هنا اسمها سبورت، سبورتسمانشيب. سبورتسمانشيب يعني ايه سبورتسمانشيب؟ يعني عايز اقول لك ان الروح الرياضيه يعني حد برضو ايه بيلعب بروح رياضيه. ايوه معناها يا مستر يعني بلاينج فير. الله، جميله جدا. يبقى انت ميزتها اهو ان بلاينج فير هو اللعب النظيف. يعني ايه اللعب النظيف؟ يعني حد بقى عنده روح رياضيه في الايه؟ في اللعب، يعني حد برضو مخلص. كلام جميل قوي. يبقى انت هتميز سبورتسمانشيب ببلاينج فير اند ريسبكتنج اذر، وبيحترم الاخرين ان كومبيتيشن. وكلمه هنا كومبيتيشن يعني المسابقه او المنافسه. حلو قوي. يبقى هنا كلمه سبورتسمانشيب يعني حد عنده الروح الرياضيه، يعني الروح الرياضيه يعني بلاينج فير يعني بيلعب بيبقى لعب نظيف، لعب كويس. ايوه يعني ايه يا مستر؟ يعني كلمه يبقى هنا ريسبكتنج اذر بيحترم الاخرين في اي ايه؟ كومبيتيشنز او اي منافسه. فخلي بالك بقى. طيب عندنا كلمه كمان اسمها تشامبيون. التشامبيون يعني كلمه التشامبيون يعني بطل. ايوه يعني ايه بطل؟ فبص يعرفك بقى، قال لك البطل هو a person who wins. شكرا. يبقى انا عايز هنا ان كلمه هنا بطل هتميزها بالشخص اللي بيفوز. ليه سميته هنا بطل؟ خلي بالك عشان الشخص بقى بيفوز. يبقى هنا تشامبيون هو الشخص اللي بيفوز and shows honesty in and respect. كلام جميل قوي. يبقى انا عندي هنا كلمه الشامبيون هو البطل. ايوه يعني ايه بطل؟ قال لك هو بيرسون يعني شخص، هتميزها ان هو شخص يبقى هنا بيفوز. سميته تشامبيون لانه شخص يبقى هنا فايز، يعني شخص وينر. كلام جميل. طيب هنا عندك هنا كلمه achieved. يعني ايه achieved؟ يعني كلمه achieved يعني معناها حقق. يعني ايه حقق؟ يعني الشخص ده حقق حاجه، يعني وصل للايه؟ للحلم اللي هو عايزه. انك توصل للحلم اللي انت عايزه بعد سعي وتعب، فان انت عملت اتشيفد، حققت اللي انت نفسك فيه. وان انت لازم توصل ولازم تتعب، لازم تعمل حاجه من تبقى انا اتشيف ان انت وصلت، ان انت حققت شيء. فخلي بالك. فكلمه هنا اتشيف هي معناها ايه؟ قال لك هنا معناها ان انت سكسيدد. ايوه يعني سكسيدد ان انت نجحت ان reaching a goal. وكلمة reaching هنا يا شباب خلي بالك بقى ان كلمة reaching معناها ايه بقى هنا؟ معناها الوصول. ايوه يعني ايه وصول؟ انك هنا معناك ان انت وصلت للحاجة اللي انت عايزها، فمعناها ان انت حققت الحاجة دي. فكلمة achieved هي هتسينونيم لكلمة ايه؟ reaching. خلي بالك بقى. يبقى انا عندي هنا كلمة achieved هتعرفها من كلمة reaching الوصول. الاثنين انا وصلت للحاجة دي او انا حققت الموضوع. كلام جميل قوي. يبقى تاني يا شباب achieved هعرفها من كلمة مين؟ reaching، ان ده معناها وصل للحلم اللي هو عايزه او الهدف، هي معناها كلمة achieved. يبقى achieve او reaching. زي ما عرفت مثلا كلمة champion من كلمة win. هنا sportsmanship من كلمة respecting او playing fair. كلام جميل قوي. قلنا هنا chart هي بقى ايه؟ كارت اللي بتشد بيه بقى بالحصان اللي هي الهورسز. نايت اللي هي بقى سولجر. كلام جميل قوي وايه؟ وبنفضل برضو مركزين كده. طيب عندنا هنا كلمه برضو بنقدمها، كلمه اسمها encourages. كلام جميل قوي. ايوه يعني encourage يعني يشجع، اشجع حد، ادعمه يعني. خلاص كده معناها ايه بقى؟ قال لك هنا gives support. كلام جميل قوي. and confidence. وكلمه support، وخلي بالك بقى كلمه سبورت يعني دعم، ان انا انت الشخص ده دعم. ايوه يعني دعم يا مستر؟ يعني بشجعه. يبقى كلمه سبورت وكلمه هنا انكارج العلاقه ما بينهم علاقه سينونيم. خلاص مرادف.
يبقى كلمه encourages هحتاجها. كلمه encourages هي بتسلم لكلمه support، ويعني كلمه support يعني بديك هنا الثقه. كلمه هنا ايه بقى؟ confidence يعني حد واثق، بديك الثقه يا فندم. تمام، كلام جميل قوي. طيب كملت، بقول لك هنا عندك كلمه injured. injured يعني ايه؟ injured يعني حد مصاب. يعني ايه مصاب؟ يعني حد مثلا هو بيلعب اتصاب، اتجرح، وهو اتكسر وخلاص. طيب يعني ايه كلمه injured؟ هتميزها بحاجه اسمها hurt. يعني ايه hurt يا مستر؟ hurt يعني شيء، حد اتصاب يعني حد اتجرح. تمام، كلام جميل جدا. يبقى انا عندي هنا كلمه هنا hurt معناها حد بقى ايه؟ اتصاب. كلام جميل قوي. يبقى تاني بقى يا شباب كده، يبقى انت هتميز ان كلمه injured حد مصاب، يعني hurt يعني بقى اتصاب in accident في حادثه or a game او في اللعب. فانت هتميز ان كلمه injured هتعرفها من كلمه مين؟ hurt، والعلاقه ما بينهم علاقه ايه؟ synonym. كلام جميل جدا. طيب عندنا كلمه برضو اسمها هنا admiration. admiration admiration يعني كلمه admiration يعني التقدير، الاعجاب. مثلا لما اكون مثلا معجب مثلا بحد مثلا بطل او حد لاعب، مثلا معجب مثلا محمد صلاح، معجب باي حد نموذج ناجح، فمعناه ايه بقى؟ اسمها admiration. وخلي بالك زي ما قلت لك قبل كده يا فنان، ان انت عندك اي كلمه منتهيه بشن، فانا هميزها بيه بقى بنون. والنون هنا الفيرب منها admire، الفيرب منها admire، يبقى الفيرب admire، النون admiration. طب النون admiration والفيرب admire. حلو قوي. تمام، عشان برضه هسألك برضه فيها. ايوه يا مستر بقى يعني ايه كلمة admiration in English؟ قال لك هنا great respect يعني احترام عظيم. انك معجب بالشخص ده يعني انت بتقدره، يعني بتدي له احترام عظيم. يعني كلمة تبقى great respect and appreciation. خلي بالك بقى، appreciation يعني التقدير، يعني الاحترام. كلام جميل. يبقى كلمة admiration، كلمة admiration هي بتسينونيم لكلمة appreciation. admiration appreciation admiration appreciation. يعني ايه كلمة admiration؟ يعني الإعجاب، يعني التقدير. كلمة appreciation يعني برضو التقدير، والعلاقة ما بينهم علاقة synonym، يعني بقى نفس المعنى. كلام جميل قوي. طيب عندنا هنا بقى كلمة برضو اسمها nations. nations 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 يعني الأمم أو الدول. أيوة يعني إيه دولة؟ وأنت عارفها معناها كلمة countries. countries يعني ايه بقى؟ يعني دول. وكلمة هنا nations يعني دول، فالعلاقة ما بينهم علاقة ايه بقى؟ synonym. فانت هتميزها. النيشنز هي الامم، يعني الدول، يعني countries. قال لك that meet to compete يعني الامم او الدول لما بتتقابل عشان تتنافس. فكلمة compete هي الفيرب معناها ينافس، النون منها competition المنافسة. يبقى كلمة competition هي معناها ايه بقى؟ المنافسة او المسابقة. دي النون منها، خلاص كده؟ دي الفيرب. يبقى compete هي الفيرب، والنون competition الفيرب compete والنون competition. كلام جميل قوي قوي. يبقى هراجعهم معاك تاني يا فنان. تاني يبقى انا عندي هنا كلمة نايت من كلمة مين؟ سولجر جندي. كلام جميل. تشارت fair play sportsmanship champion achieved encourages injured admiration nations. كلام جميل قوي. طيب عندنا برضو لسه مكملين برضو على الكلمات. عندنا كلمة اسمها spirit. spirit spirit يعني ايه؟ يعني الروح، يعني الحماس. حد عنده روح كده رياضية، عنده حماس، يعني عنده spirit. ايوه معناها الانجليش بقى ايه بقى؟ معناها هنا قال لك ايه بقى هنا؟ strong feelings يعني عنده مشاعر قوية. ايوه يعني ايه مشاعر قوية؟ الشخص اللي عنده مشاعر قوية يعني روحه حلوة، يعني حماس، يعني الشخص ده بيكون في اللعب بيكون عنده يبقى هنا عنده courage يعني عنده شجاعة، عنده hope عنده امل، energy عنده طاقة. يبقى شخص اللي روحه حلوة في اللعب يبقى عارفه بمين هنا؟ courage الشجاعة، hope الامل، هنا energy اللي هي الايه؟ الطاقة. كلام جميل قوي. طيب عندك هنا كلمة برضو اسمها celebrated 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 celebrated. كلام جميل. يعني كلمة celebrated يعني احتفال، كلنا عارفينها. يعني احتفال، يعني قال لك هنا making a party شكرا for happy event. يبقى طالما هعمل احتفال فطبيعي هيكون يبقى بارتي الحفلة. عندك حفلة فهتعمل celebrated او celebration. خلاص كلام جميل قوي. طيب يبقى انا هميزها celebrated من كلمة بارتي. طيب عندنا هنا كلمة برضو اسمها excellence. excellence يعني تميز. خلاص. طيب وكلمة excellent يا شباب خلي بالك ان هي كلمة نون. كلمة excellence ان هي كلمة يبقى هنا نون. حلو. طيب الصفة منها ايه يا فندم؟
الصفه منها excellent. الصفه منها excellent. خلي بالك بقى، يبقى انا عندي الصفه excellent، النون excellence، الصفه excellent، النون excellence. خلي بالك بقى. طيب ايوه يعني ايه كلمه يا مستر كلمه excellence؟ معناها يبقى هنا قال لك a very high quality، ان شخص عنده جوده حلوه جدا. خلاص زي ما انت مثلا ايه لما بتجيب مثلا درجه حلوه فبقول لك excellent ممتاز. خلاص كده. طب التميز excellence، يبقى هنا الصفه excellent، التميز excellence. حلو قوي. طيب عندك برضو كمان كلمه كلمه اسمها held. خلي بالك بقى held يعني ايه؟ يعني نظم او اقيم شيء، يعني انا منظم شيء. ايوه يعني ايه held يا مستر؟ يعني كلمه organized يعني ايه بقى هنا؟ ينظم. فخلي بالك بقى كلمه held وكلمه organized العلاقه ما بينهم علاقه ايه بقى؟ سينونيم، انك تنظم حفله وتنظم اي حاجه اور توك ايه بقى؟ توك بليس. خلاص حلو قوي. يبقى انا عندي هنا كلمه هيلث تعرف من كلمه مين؟ اورجنايزد. طيب كلام جميل. طيب هنا يبقى كونتيننت. كونتيننت يعني قاره، زي مثلا قاره افريقيا. خلاص كده اي قاره يبقى قاره يعني كونتيننت، قاره يعني كونتيننت. اي يعني ايه كونتيننت يا مستر؟ قال لك هنا one of the seven يبقى largest land areas يبقى on earth. يعني عايز اقول لك ان القاره هي يبقى واحده من ايه بقى من الاراضي بقى فين؟ في كلمه ايه؟ earth اللي هو في الارض يعني. تمام كده؟ طيب حلو جدا. طيب عندك هنا كلمة individual يعني بمفردي أو لوحدي يعني، فاهمني؟ يبقى فردي. يعني إيه كلمة هنا individual؟ يعني done يبقى هنا done by one. يبقى هنا by one. خلي بالك بقى one person، يعني هنا not a team. خلاص خلي بالك بقى. يبقى أنت هتميز كلمة individual يعني فردي، يعني شخص واحد اللي بيقوم بالمهمة دي. one person. زي مثلا ممكن تقول لي مثلا بعمل الواجب مثلا لوحدي. خلاص كده بعمل واجب هنا individual يعني بمفردي يعني لوحدي. خلاص كده يبقى one person، يبقى تميزها. كلمه هنا individual بتساوي كلمه يبقى هنا one person. كلام جميل جدا. الاخر ما بينهم سينونيم. طيب عندك هنا كلمه championship. ولا كلمه تشامبيون معناها بطل. تشامبيون يعني بطل. الشامبيونشيب معناها بطولة. يبقى تاني الشامبيون بطل، الشامبيونشيب بطولة، الشامبيون بطل، تشامبيونشيب بطولة. يعني ايه بطولة؟ قال لك هي a big sports competition. حلو جدا. يبقى انت هتميز بقى يا فنان ان كلمة الشامبيونشيب معناها بطولة، يعني هي برضه بتسمى من كلمة مين؟ competition يعني برضه معناها بطولة. يبقى كلمة competition هي المسابقة أو البطولة، فأنت هتميزها برضو إن هي a big sports، يعني عايز أقول لك رياضة كبيرة جدا، فاهمني؟ إيه الشامبيون. فأنت هتميز كده كلمة competition بكلمة مين؟ الشامبيونشيب، والعلاقة ما بينهم سينونيم. طيب عندك هنا كلمة friendship. أولا أنت عارف كلمة friend يعني إيه؟ صديق. طب friendship الصداقة. حلو قوي. يبقى friendship يعني الصداقة. طيب يعني إيه الصداقة؟ يعني عايز أقول لك إن الصداقة هي relationship، هي العلاقة between friends. حلو قوي. يبقى انت هتميزها كده ان عندك هنا friendship هتميزها اهو بكلمه بقى friend. ادي friends وادي ايه بقى؟ وادي friends. يبقى هنا صداقه، هنا كلمه بقى friendship الصداقه هتميزها هي الصداقه، هي العلاقه، هي يبقى هنا هي relationship ما بين الاصدقاء. حلو قوي. طيب expedition كلمه expedition يا شباب معناها يبقى هنا expedition يعني بعثه او رحله، يعني مثلا رحله استكشافيه تستكشف مثلا حاجه. يبقى انا هميزها كلمه expedition هي الرحله. قال لك هي a planned journey يعني رحله، وكلمه هنا او a trip for a purpose يعني غرض. فانت هتميز كده يا فنان ان كلمه هنا expedition هي البعثه او الرحله. يعني ايه كلام الرحله؟ كلمه رحله يعني ايه؟ يعني journey. خلاص فبتسلم ليها. او كلمه trip، فانت هتميز ان كلمه expedition هي رحله، جيرني هي رحله، وتريب هي رحله، والثلاثه سنه مع بعض. خلاص مع طبعا اختلاف ايه بقى في المعنى نفسه. تمام كده؟ طيب كلام جميل جدا. طيب يبقى احنا كده يا شباب كده خلصنا اهم طبعا الكلمات على اليونت. فطبعا هرجع كده بسرعه كده اقراهم معاك بسرعه. نايت، تشارت، فير بلاي، سبورتسمانشيب، تشامبيون، اتشيفد، encourages، injured، admiration، nations، spirit، celebrated، excellence، held، continent، individual، championship، friendship، exhibition. خلاص كلام جميل جدا. طبعا نخش بقى هنا على طبعا اهم السينم والانتونيمز عندك
زي ما بجمعهم لك كده ايه السينم والانتونيمز. طيب عندنا كلمه هنا ريتشد، هي بتسينم لكلمه مين؟ اتشيفد، احنا واخدينها طبعا فوق، يبقى كلمه اتشيفد معناها يبقى هنا حقق او وصل لشيء، كلام جميل. طيب ادمايريشن بتسينم لكلمه ابريشيشن، ادمايريشن ابريشيشن يعني تقدير او الايه او الاعجاب، كلام جميل جدا. يونايتد معناها كونكتد، يعني معناها يعني متصل او اتحاد، ممكن مثلا ايه بلاد مثلا ايه متحده مع بعض، خلاص حلو قوي. كلمه انكارجد لسه انت واخدها ان هي بتسمى كلمه مين؟ سبورت، يعني انكارج معناها ايه؟ يشجع حد، خلاص. وهنزود معاهم كلمه ما يبقى انسباير، يبقى عندك كلمه ان انكارج، انسباير، سبورت، والثلاثه طبعا سن معناهم ايه؟ يدعم حد او يلهم او يشجع شيء شخص يعني. طيب عندنا كلمه ancient بتسمى من كلمه old معناها قديم، يبقى كلمه ancient هي old، عكس هنا قديم modern او new، يبقى خلي بالك بقى ancient و old عكسهم modern او ايه او new، كلام جميل. ومودرن ونيو الاثنين ايه سينونيم يعني نفس المعنى، وكلمه ancient و old الاثنين نفس المعنى، حلو قوي. كلمه strength يعني القوه، strength يعني القوه بتساوي حاجه اسمها power، يعني ايه هنا strength او هنا ايه او power معناها ايه بقى؟ القوه، كلام جميل. عكس القوه الويكنس الضعف، الويكنس يعني الضعف، وخلي بالك هنا strength هي النون، وكلمه هنا ويكنس برضو نون، خلي بالك ان عندي هنا الصفه من هنا ويك صفه ضعيف، الضعف بقى هنا كلمه بقى ويكنس، تمام كلام جميل. عندنا كلمه وون كلنا عارفين كلمه وون يعني يفوز، طيب بتسمى كلمه ثانيه اسمها جات، ممكن تقول لي مثلا اي وون ا ميدل او اي جات ا ميدل، عادي جدا، معناه هنا معناه ان الشخص ده فاز او حصل على شيء، كلام جميل جدا. تشير بتسمى كلمه ايه بقى هنا؟ سبورت معناها يدعم او يشجع برضو ايه حد، كلام جميل. اهم السينما اللي انت مزاحها ممكن ايه نقابلها. طيب نخش بقى هنا سريعا كده نقرا كلمات مع بعض. بيقول لي هنا طبعا ايه سترينجز، يعني ايه سترينجز يا مستر؟ يعني القوه، كلام جميل. ذا اولمبيك جيمز الالعاب الاولمبيه. طيب ريسلينج، خلي بالك بقى ريسلينج الدبليو سايلنت، ريسلينج اللي هي الايه المصارعه يا شباب، تمام. طيب ديسك ثروينج اللي هو رمي الايه؟ رمي الكرسي، يعني مثلا ايه رمي الكرسي مثلا زي ما بيقول لك في اسطوانه زي كده وبيبدا يمسكوها كده ويحدفوها ايه عشان يشوفوا مثلا ايه اقوى حد مثلا ممكن يبقى يحدفها في ابعد مكان، اسمها ايه بقى؟ ديسك ثروينج. طيب طبعا عارفين طبعا المصارعه طبعا مشهوره جدا يعني. طيب جلاديتور فايتس يعني ايه بقى؟ المعارك، المصارعين اللي بيمسكوا بعض طبعا ايه اللي هم المصارعين وكده. طيب تشاريت ريسنج اللي هي اسمها الايه؟ العربيات. طيب ارشري طبعا اللي هي ايه؟ الرمايه اللي هي طبعا بالايه؟ بالسهم وكده، تمام كده. وخدنا طبعا كلمه نايتس اللي هي طبعا ايه؟ اللي هم الفرسان، كلام جميل. طيب عندك برضو كلمه اسمها باتلز طبعا هو ايه بقى؟ المعارك، المفرد منها ايه بقى؟ باتل اللي هي معركه. طيب award يعني جائزه. طيب fair play اللعب النظيف. طيب opponent طبعا الخصم بتاعك مثلا في المعركه او مثلا انت في بطوله او في حاجه، الخصم بتاعك اسمه بقى opponent، كلام او rival، الاثنين برضو معناها بقى الخصم او المنافس ليك، فالاثنين خلي بالك الاثنين زي بعض، opponent او rival الاثنين بيساووا بعض، معناهم الخصم بتاعك او المنافس ليك. victory يعني بقى النصر او الانتصار. طيب admiration اللي هو الاعجاب. طيب sportsmanship الروح الايه؟ الرياضيه، كلام جميل. طبعا دولت الايه؟ الاكسترا فوكاب كلمات، طبعا هي ايه؟ اكسترا فوكاب كلمات طبعا زياده. طيب نقرا برضو مع بعض بسرعه كده. تيم ورك اللي هو طبعا العمل الايه؟ الجماعي. كرييت يخلق شيء او ينشئ شيء. فريندشيب الصداقه. انسباير يلهم. جنريشنز اللي هو الايه؟ الاجيال، يعني مثلا كل جيل، مثلا انت مثلا جيلك غير الجيل بتاعنا غير كل جيل يعني، خلاص كده اسمه جنريشنز، تمام. طيب ancient times العصور الايه؟ القديمه، حلو قوي. compete معناها يتنافس. speed السرعه. communities المجتمعات. طيب middle aged العصور الايه؟ الوسطى. fencing المبارزه. طيب century القرن. decision القرار. advantage معناها ميزه او افضليه، بس خلي بالك بقى ان كلمه هنا ادفانتج ممكن تيجي بمعنى ميزه او بمعنى يستغل، برضه هناخدها برضه بمعنى ان هي يستغل حد. طيب فيزيكال معناها شيء حد جسدي خلاص او بدني، تمام كده. الجودو طبعا لعبه الايه؟ الجودو اللي انتوا عارفينها. طيب والكريكت طبعا لعبه الايه؟ الكريكت، حلو قوي. طيب هنا اثليت يعني حد رياضي بيلعب اي رياضه، اي حد رياضي بنسميه اثليت. بيس اللي هي السلام. طيب جلوبال ايفنت
حدث عالمي. حلو قوي. طيب فوكست معناها ايه بقى هنا؟ مركز او ايه؟ يعني حد يكون مركز كده. تشامبيون بطل. اتاك يهاجم. فاليو قيم. خلاص حلو جدا. اونر معناها حد الشرف او التكريم، مثلا حد يكرمك كده ايه؟ اونر. ايش سايلنت. انجرد يعني حد مصاب. تشانس فرصه. تمام. طيب عندنا هنا ويك بوينت نقطه ضعف بتساوي كلمه برضو ايه؟ ويكنس. خلي بالك. طيب بليف يعني يؤمن. تمام. طيب ايرن يعني ايه بقى؟ يحصل على شيء او يكسب حاجه. طيب سيلفر ميدل اللي هي طبعا الميداليه الايه؟ الفضيه. ريمايند يعني يذكرك بشيء لو انت ناسي. تمام. بروف يعني ايه بقى؟ يثبت شيء. تمام. طيب عندك طبعا كلمه اونستي اللي هو طبعا ايه؟ الصدق. كلام جميل قوي قوي. طب نخش بقى هنا. طبعا التصريفات زي ما احنا قلنا طبعا يا شباب مهمه جدا معاك برضو في الملزمه. التصريفات برضو نقراها مع بعض. كلمه هنا ايه؟ بيجن معناها ايه بقى؟ يبدا. بتسمى من كلمه بيجن. برينج يحضر شيء او يجيب حاجه. تصريف ثالث بروت. برينج بروت. بيجان بيجن. حلو قوي. طيب grew grown. سبيد سبريد معناها سبريد معناها ينشر شيء. طب كلمه جرو يعني ايه؟ ينمو او ايه بقى؟ يزود حاجه. تمام. طيب وين يعني يفوز. ون. تمام. لوز يعني يخسر حاجه. لاست تصريفات مهمه جدا يا شباب. البريزنت مضارع. باست بارتيسيبل التصريف الكام؟ الثالث. كل تصريف مهم جدا زي ما قلت لك عشان طبعا بيفرق معانا طبعا في الايه؟ في الجرامر. طيب النهارده بنتكلم بقى طبعا على الانواع الباراجرافات اللي عندنا برضو في المنهج، برضو مهمه جدا عشان نبدا برضو نحل عليها. طبعا عندنا هنا يا شباب الهيستوري اوف سبورت، وقلنا الهيستوري اوف سبورتس يعني تاريخ الرياضه. ركز بقى طبعا تاريخ الرياضه ده قال لك هنا ايه بقى؟ السبورت هاز بين بارت اوف ايه؟ هيومن ايه لايف. عايز يقول لك ان الرياضه هي كانت جزء من حياه الانسان. تمام كده؟ طيب قال لك a very long ايه بقى؟ تايم يعني من زمان قوي. خلي بالك بقى، يبقى هنا السبورتس هاز بين بارت اوف هيومن لايف، هي الرياضه هي جزء بقى من حياه الايه؟ الانسان. طبعا الكلام ده ايه؟ من زمان جدا. كلام جميل. حتى برضو جايب لك برضو حاجات ايه تعبر برضو عن ايه؟ الناس برضو زمان كانت طبعا ايه؟ بتلعب وكده انواع كتير جدا من ايه؟ من السبورتس يعني. بقول لك هنا ايه بقى؟ in ancient times في العصور القديمه قال لك people هنا played sports to ايه بقى هنا؟ to show their strengths and skills. مهمه جدا بقى. عايز اقول لك ان هنا حته برضو مهمه قوي. في العصور القديمه ان الناس كانت بتلعب رياضه ليه؟ لسبب عشان انا برضه اسالك فيها كسؤال. ايه السبب؟ كانوا بيلعبوا رياضه عشان يبينوا يبقى هنا السترينجث يعني القوه. خلاص بلعب مثلا رياضه عشان ابين الايه؟ السترينجث القوه، وايه كمان؟ والسكيلز مهاراتهم ايه؟ فخلي بالك كده يبقى الناس دي كانت بتتمرن خلاص عشان برضه يظهروا بيها ايه؟ قوتهم وهكذا. تمام كده؟ زي ما انت شايف اهو حد مثلا بيتمرن عشان يقدر مثلا يشيل حاجه تقيله. تمام؟ يبقى تاني يبقى هم كانوا بيتعلموا ليه اصلا الرياضه؟ عشان يعرضوا ايه بقى؟ السترينجث وكمان والسكيلز. برضه اسالك فيها كويس قوي. طيب كلام جميل. بيقول لك هنا ايه بقى؟ عندك هنا يا فندم كمان بيقول لك ان هنا ذا اولمبيك جيمز ستارتد ان جريس. الالعاب اللي هي الاولمبيه بدات فين بقى؟ هنا في الجريس اللي هي اليونان. تمام؟ طيب قال لك مين ييرز ايه اجو؟ من زمان قوي. طيب وايه كمان؟ قال لك هنا الرومانز also loved sports like gladiator ايه بقى؟ fights. الرومانيين كانوا بيحبوا دايما اللي بقى هنا ايه؟ المصارعه. خلاص كده؟ خلي بالك عشان برضه هحتاجها. and التشيرنج بقى هنا ريسنج، طبعا اللي ايه؟ السباق ايه؟ بالعربيات اللي زي ما انتم شايفين كده. كانوا بيحبوا دايما ايه؟ يلعبوا دايما بالايه؟ بالتشيرنج ريسنج اللي هو ايه؟ سباق العربيات والحربيه وكده. وكمان كانوا بيحبوا اللي بقى هنا الجلاديتور يعني ايه بقى؟ المصارعه. تمام كده؟ حلو جدا. طيب ايه كمان محتاج طبعا تعرفه في اليونت ده؟ قال لك ايه كمان عندك؟ بيقول لك هنا in the middle aged في منتصف العمر يعني او من العصور من زمان. بيقول لك ان السبورتس هيلبت ايه؟ الرياضه كانت بتساعد ايه بقى هنا؟ كانت بتساعد النايتس. كلمه نايتس يعني بقى هنا فاكرها؟ الفرسان. خلاص كده؟ فارس وكده الجمع. قال لك prepare for battles. فخلي بالك هنا بقى كان بيقول لك ان الرياضه كانت بتساعد مين؟ ان الفرسان هم يتحضروا بقى ايه بقى؟ للمعارك، يحضروا طبعا للمعارك وكده. طيب حلو جدا. بيقول لك هنا كمان modern sports الرياضه الحديثه become popular بقت مشهوره جدا طبعا دلوقتي وكانت معروفه جدا. طيب قال لك in 19th century في القرن الكام؟ ال 19. طيب
and spread around the world، طبعا وانتشرت حول الايه؟ حول العالم. كلام جميل جدا. طيب عندك هنا كمان يا فنان ايه؟ بقول لك هنا ايه بقى؟ today، اليوم، الايام دي بقى خلاص. طيب اليوم sports is important for teamwork. خلي بالك بقى، النهارده بقت الرياضه بقت مهمه جدا للتيم ورك، للعمل الجماعي، برضه هحتاجها. تيم ورك خدناها هنا ايه؟ العمل الجماعي. قال لك هنا فير بلاي، كلمه فير بلاي يعني بقى اللعب النظيف، وكمان اند هيلث. يبقى الرياضه دلوقتي بقت هي مهمه جدا، بقت مهمه جدا ليه؟ للعمل الجماعي، طبعا احنا ممكن نشتغل مع بعض خلاص كده، او للعب الايه؟ اللي هو اللعب النظيف، وكمان للايه؟ للصحه. كلام جميل جدا. بقول لك هنا السبورتس هنا connects people and يبقى هنا inspires new بقى generations. عايز اقول لك ان هنا ان الرياضه بت يعني ايه بقى؟ بتكونكت بيبل، يعني عايز اقول لك بتوصل الناس ببعض يعني، تمام، وبتشجعهم ان هم طبعا ايه؟ ان هم طبعا ايه؟ يقابلوا طبعا ايه؟ زي جنريشنز جديده او اجيال جديده يعني. تمام؟ كلام جميل جدا. طيب ملخص الكلام ده يا مستر ايه بقى؟ ملخص الكلام ده، طيب عندنا بقى هنا جزئيه مهمه جدا. طبعا ملخص الكلام ده طبعا كان بيتكلم على الرياضه ايه؟ بانواعها وكده. طيب هنا بقى مهم جدا، عندنا شخص مشهور وهيسالنا برضو عليه، خلي بالك كده برضو في الباراجراف، اسمه محمد رشوان. الراجل ده راجل مصري، وتعالى النهارده بقى اتعلم الراجل ده عمل ايه. محمد رشوان ده هو ايه بقى هنا؟ ترو ايه بقى؟ سبورتس مان شيب، يعني عايز اقول لك راجل كان روحه رياضيه جدا جدا. محمد رشوان اللي شايفينه ده حد طبعا مشهور، تمام، المفروض طبعا ممكن يكون اول مره تسمع عنه. الراجل ده راجل مصري مهم جدا جدا. طيب محمد رشوان ده محتاج ان انا اعرف عنه ايه؟ واحد، اولا الشخص ده محمد رشوان هو راجل ايه بقى؟ مصري، هو تشامبيون. يعني ايه تشامبيون بقى؟ يعني بطل. تشامبيون يعني بطل. طيب اعرف عنه ايه بقى؟ لازم اعرف عنه المعلومات دي كويس قوي. ان محمد رشوان was a famous، كان مشهور. قال لك ايجيبشن سبورتس تشامبيون، كان حد مشهور، بطل رياضي مشهور جدا مصري. عمل ايه بقى يا مستر؟ بقول لك هنا في 1984 في اولمبيكس، هنا في الاولمبياد، he competed in 1984 اولمبيك يبقى هنا جيمز ان لوس ايه؟ انجلز. الراجل ده كان بطل قوي جدا في لوس انجلز، طبعا ايه؟ في امريكا. حلو قوي. عمل ايه بقى الكلام ده؟ الراجل ده عمل ايه؟ بيقول لك هنا، قال لك هنا ذا فاينل ماتش، في الفاينل ماتش بتاعه، خلي بالك بقى عشان برضو دي حته مهمه جدا. كان الراجل ده كان بيلعب اول حاجه، كان بيلعب لعب نظيف. قال لك ايه بقى؟ فير بلاي تشويس، اختياره للعب النظيف. بيقول لك هنا هيز رايفل، خلي بالك هناخدها برضو، رايفل يعني خصم، خلاص كده، او منافس بتاعك. واز انجرد، كان مصاب وهو في اللعب، خلاص كده، في الفايت وكده، كان بيلعب جودو وهو بيلعب. قال لك ان المصاب بتاعه كان متصاب، يعني المنافس بتاعه ده كان متصاب. فهو عمل ايه بقى؟ قال لك بطرشوان did not take advantage، ما استغلش الاصابه دي. ده بقى اللعب النظيف، هو عارف ان الخصم بتاعه ده متصاب، ولكن ما ضربوش في ايه؟ في الايه؟ في الاصابه بتاعته. زي مثلا انت عارف مثلا واحد ده داخل لك مثلا دراعه مثلا مكسور او رجليه مكسوره، فانت عارف ان هو ايه؟ داخل معاك. فطبعا انت لو ضربته اصلا في رجليه المكسوره طبيعي انت هتغلبه، فاهمني؟ فانت هنا بتعرف الجمهور ان انت طبعا كسبته، بس برضه كسبته ايه بقى؟ مش بصدق، مش بامانه. فهو عارف ان هو كان متصاب وما ضروش اصلا فين؟ في الاصابه بتاعته، عشان بيلعب لعب نظيف وروحه رياضيه. فقال لك he believed that fair play، هو كان بيؤمن ان اللعب النظيف was more important، كان مهم جدا than winning، كان اهم اصلا من الفوز، ان هو بيلعب لعب نظيف. طب ده ادى لايه بقى؟ قال لك الراجل ده he reached جودو هنا فاينل اجينست ا سترونج جابانيز اوبوننت، كان بيلعب ضد واحد ياباني، زي ما تشوف كده الجودو، كان بيلعب هنا ضد واحد ايه؟ ياباني. وكلمه هنا اوبوننت خلي بالك بقى الخصم بتاعي. حلو قوي. طيب ايه اللي حصل بقى للباشا ده؟ قال لك النتيجه بقى، النتيجه ان هو ايه بقى؟ ان هو رشوان lost ذا فاينل، خسر الفاينل. النتيجه ان هو خسر الفاينل and won سيلفر يبقى هنا ميدل، طبعا كسب ايه؟ ميداليه ايه؟ اللي هي فضيه. بس ايه بقى اللي حصل بقى؟ قال لك هي جيند ريسبكت، هو كسب الاحترام and يبقى هنا ادميريشن فور هيز ايه بقى؟ اونستي، ولكن كسب الجمهور بتاعه. الجمهور اعجب بيه جدا واحترموه جدا جدا ان هو ما استغلش الايه؟ الخصم بتاعه ان هو متصاب، رغم ان هو خسر، بس ولكن طبعا ايه؟ كسب برده ميداليه بسبب ان هو اخلاصه، وحد برده كان كويس جدا في اللعب. طيب سبيشال اونر بقى طبعا اتكرم تكريم خاص جدا، خلي بالك سبيشال اونر اللي هو اتكرم تكريم ايه؟ خاص، هنحتاجها برده. قال لك ليت ذا جابانيز جيف هيم ايه بقى؟ سبيشال اوورد، يبقى اليابانيين ادوا له ايه بقى؟ مكافاه عظيمه جدا، تمام؟ طيب ليه اصلا كافئوه؟ قال لك يا مستر بص،
فور سبورتس مان ايه بقى شيب للروح الرياضيه، حد مخلص جدا في اللعب. تمام كده، كلام جميل قوي قوي. طيب عايز يعلمك ايه يا فندم هنا؟ عايز يقول لك ان هنا ان ذا ترو مينينج، المعنى الحقيقي بقى، قال لك هيز ستوري شوز بقى ذا سبورت از نوت اونلي بقى اباوت ايه ميدلز، يعني عايز اقول لك ان المباراه دي مش مجرد بس ان انت تكسب ايه ميداليه وخلاص، لا طبعا. قال لك هي اهم حاجه فيها الاونستي، الامانه، وكمان الريسبكت، الاحترام. كان ميك someone از ايه بقى ا ترو تشامبيون، ممكن يخلي الشخص ده بطل حقيقي. كلام جميل جدا جدا. تعال بقى نبدا كده ان احنا ايه بقى نخش كده طبعا ايه نحل. طبعا دول برضو حفظ. بص بقى نحل بقى هنا ايه الجزء ده مهم جدا. طيب اقرا كده معايا. بقول لك هنا بقى even though، رغم ان رشوان lost the final، رغم ان هو ايه بقى خسر الايه النهائي. قال لك ايه بقى he gained people's ايه بقى هو كسب ايه بقى رغم ان هو خسر النهائي. هتقول لي يا مستر هو كسب ايه بقى هنا الادميريشن، اعجاب الناس، رغم ان هو خسر الفاينل ولكن كسب اعجاب الناس، حب الناس ليه، تقدير الناس ليه. طيب قال لك هنا ارتري اللي هو رمي السهام وكده، and horse riding وركوب الخيل. قال لك were useful مفيدين جدا skills during بقى هنا. يبقى انا عندي هنا ان الرمح وركوب الخيل ده طبعا بقى دي عايز اقول لك ان مهارات مهمه جدا ليه بقى هنا للباتلز جدع للايه للمعارك وهكذا. طيب بقول لك هنا جابانيز بيبل هنا give رشوان a special ايه هنا اليابانيين دولت خلاص كده ادوا رشوان بقى a special بقى award يعني مكافاه. كلام جميل. طيب بيقول لك هنا he showed great ايه هو ورى ايه when he refused to take advantage of his rivals ايه بقى energy. هو الراجل ده ورانا ايه عشان هو ما استغلش او هو رفض ان هو يستغل اصابه مين المنافس ليه. تمام كده. ورانا بقى هنا ورانا الروح الرياضيه اللي هي sportsmanship. خلاص كلام جميل قوي. طيب بيقول لك هنا he had to stop playing، هو كان مضطر ان هو يوقف الكوره because he was a badly عشان هو كان متصاب جدا جدا. كلمه متصاب يعني injured. كلام جميل. بيقول لك هنا they came first in the competition and received gold medals so they were the A. هم طالما هنا قال لك ان هم اصلا طلعوا الاول في الكومبيتيشن في المباراه وان هم اصلا خدوا جولد ميدلز، يبقى هم اكيد ايه اكيد هم ابطال. يعني ايه بقى تشامبيونز يعني ابطال. طيب my teacher always pushes me to improve، المستر بتاعي خلاص دايما بيدفعني الامام، دايما بيحسنني. ده معناها ايه ان هو حد بيشجعني. يعني ايه معناها ايه بقى encourages، يبقى هي encourages ايه مين كان بيشجعني. طيب كلام جميل قوي. طيب عندك هنا عليك استرافوكا بقول لك هنا players must work together to win the match. اللعيبه هنا المفروض طبعا يلعبوا ايه بقى مع بعض عشان طبعا يفوزوا ايه بالماتش. تمام كده. طيب قال لك هنا this shows the importance of ايه بقى هنا. ده بيوريني بقى ان احنا لما نلعب مع بعض اهو بص together عشان طبعا ايه نفوز بالماتش. بيعرفنا ليه بقى التيم وورك اللي هو العمل الجماعي. طيب when people work together in sport زي كان ايه لما يكون الناس بتلعب مع بعض زي كان ايه ريسبكت اند بقى اند تراست. يبقى انا هنا بقى يبقى انا هقول له هنا كلمه ديستروي ولا فورجيت ولا كرييت ولا لوز. طبعا هيبقى ينشئوا ايه بقى هنا الاحترام والثقه مع بعض. طيب someone who wins بقى competitions، الشخص اللي بيفوز بالمباراه دي through effort خلال مجهود and honesty وايه بقى وصدق وامانه is a true A بيكون حد بطل حقيقي. يعني الشامبيون ده اصلا عنوان اليونت اصلا a true champion. طيب create sports stories encourages young people to work hard this means they A. يبقى خلي بالك بقى ان هنا بقول لك هنا create sports stories عايز اقول لك ان القصص الرياضيه بتشجع الناس الصغيرين to work hard ان هم يشتغلوا طبعا بجد. طيب ده معناه ايه بقى هنا ده معناه ان هو ايه بقى بنسباير زم ده بيشجعهم. وعندك اهو كلمه ايه عندك من كلمه encourage بتسلم لكلمه مين اصلا انسباير الاثنين سينونيم. طيب بيقول لك هنا the Olympic Games bring athletes بيخلي طبعا الرياضيون from many countries to compete in ايه to compete in peace في ايه في سلام. فعايز اقول لك طبعا ان هم الرياضيون تمام
بييجوا طبعا من بلاد كتيره جدا عشان يتنافسوا عشان يعرفوا طبعا ايه السلام والامان. كلمه بيس يعني ايه السلام. The modern Olympic Games are ايه watched by people all over ايه بقى the world. طيب يبقى عندنا بقى يبقى طبعا هنا Olympic Game يبقى بتتكلم على global event. تمام، حدث دولي. رشوان stayed calm and paid attention. مهمه جدا بقى. during the match عايز يقول لك ده معناه ايه؟ فانت هتعمل ايه بقى هنا؟ من كلمه attention، كلمه attention يعني الانتباه، يعني التركيز، يعني كلمه ايه؟ focused. الاثنين ايه؟ synonym. كلام جميل. طيب اخر جزئيه عندك هنا بيقول لك هنا he competed with honor with and refused to take بقى advantage. عايز يقول لك كلمه take advantage يعني ايه؟ هقول له من كلمه take advantage يعني يستغل. يعني ايه يستغل؟ يعني ايه بقى هنا يستفاد من ده benefit ايه from. طيب بيقول لك هنا he had the chance، هو كان عنده فرصه to attack his rivals ايه بقى weak point. هو كان عنده فرصه ان هو يستغل نقطه ضعف مين؟ المنافس ليه. فعايز اقول لك كلمه ويك بوينت يعني ايه بقى؟ ويك بوينت يعني نقطه ضعف. ايوه يعني كلمه ضعف اصلا يعني ويكنس اللي هي ايه بقى؟ الضعف. الاثنين سينونيم برضو. طيب كلام جميل. بيقول لك رشوان proved that honesty and respect، هو اثبت ايه بقى؟ ان الامانه والاحترام كان make someone، ممكن يخلي الشخص ده ايه؟ كومبيتيشن هنا هيخليه طبعا ايه بقى؟ ريل تشامبيون، طبعا بطل ايه حقيقي. طيب سبورتس كان ايه؟ communities together. عايز اقول لك ان برضه ده التعبير بيجي مع بعض ان هي اسمها ايه بقى هنا؟ bring together. خلي بالك بقى bring together. طبعا عايز اقول لك ان الرياضه بتخلي طبعا المجتمعات ايه؟ تنضم ايه مع بعض وكده. طيب both the young، الشباب الصغيرين and old والناس الكبيره، قال لك كان ايه؟ part in games and activities. وكلمه part in خلي بالك برضه معناها ايه بقى؟ معناها يشارك. كلمه part in معناها يشارك. عايزه كلمه ثانيه بتكملها اسمها ايه بقى هنا؟ اسمها take part in، بتساوي كلمه participate. تمام. the word ancient، the word ancient يعني قديم. قال لك هنا مالها بقى؟ عايز نفس المعنى ليها، عايز سنم ليها. يبقى كلمه ancient يعني قديم، وكلمه هنا بقى ايه؟ old يعني قديم. تمام جدا. طيب بيقول لك هنا كلمه strength القوه عايز معنى ليها، عايز بقى ايه؟ عكسها. عايز ايه بقى؟ الانتونيم ليه؟ عكس القوه الضعف اللي هي ايه بقى؟ كلمه ايه؟ weakness. كلام جميل. when we add suffix لكلمه competition اخدناها. كلمه competition هنا as a verb انا عايزها تبقى noun، واي noun اخره يبقى شان بقت ايه؟ competition. وبكده يا شباب يكون خلصنا كلمات يونت 7، واشوفكم على خير الحصه الجايه ان شاء الله. وكان معكم مستر حمد عادل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.